السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب والإعدادي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. المنهج هو عمال يجري بينا ووصلنا للدرس الثالث في الوحدة الثانية. درس برضو كويس بس المرة دي عايز تركيز بس شوية. درس سهل بس عايز تركيز، عايز ورقة وقلم تكتب قوانين ورايا. ميزة الدرس ان احنا بنكتب قانون حفظته هتعرف تحل، فده ميزة انك لو عرفت قانون مسكته حفظته طبقته هتعرف تحل بيه. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ويلا بينا نشوف درس النهاردة. درس النهاردة ضرب المقادير الجبرية. نفتكر حاجة من المرة اللي فاتت اللي هو الدرس اللي فات كنا بنعمل ايه؟ لما كان بيبقى عندنا مقدار او عدد في حاجة كنت بقولك اضرب ده مرة هنا وده مرة هنا. فلو مثلا عندي المسألة دي نضربها مرة هنا ودي مرة هنا، بس المرة دي في حاجة جنبها، خلاص وماله، خلاص ناخد برضو نضرب دي مرة هنا ونضرب دي مرة هنا. فكنا هنقول اكس الأولانية هنضربها مرة في 2 اكس زائد اكس الأولانية هنضربها مرة في سالب 3. المرة دي هحط موجب وهاخد الإشارة كاملة عادي. تمام؟ أكمل. ناخد الخمسة بقى نضرب كل حاجة بإشارتها زائد الخمسة هنضربها مرة في 2 اكس، والخمسة مرة هنضربها في مين؟ خلينا نحل بطريقة المرة اللي فاتت. ادي هنا قابلني سالب نخرجه بره. تمام؟ ضربنا الخمسة في 2 اكس ننزل الناقص، الخمسة هنضربها مرة مين؟ في 3. مش هتفرق معانا في حاجة. فاتنين في اكس في اكس باكس تربيع والاتنين تنزل، ناقص اكس في 3 ب3 اكس، زائد 5 في 2 ب10 والاكس تنزل، ناقص 5 في 3 بكام؟ ب15. يبقى 2 اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 10 اكس يبقى زائد 7 اكس ناقص 15. دي بطريقة المرة اللي فاتت، بس المرة دي عندي حتتين مش حتة واحدة. طيب جينا قوانين النهاردة حاجة اسمها الضرب بمجرد النظر. الضرب بمجرد النظر هنستخدم قانون سهل جدا من خلال النظر بدون ما اعمل الاقواس دي كلها. قال لك ايه؟ قال لك في قانون في الضرب بمجرد النظر لو جالك قوس مضروب في قوس. طب ايه هو يا مستر؟ هتضرب الاول في الاول هنا، وهناك خالص هتضرب التاني في التاني، وهنا هتكتب حاصل ضرب الوسطين وحاصل ضرب الوسطين. يعني حاصل ضرب الوسطين وحاصل ضرب الطرفين. يعني اتفقنا الاول في الاول اهو والاول اهو. فالاول في الاول بقى على طول بدون قوس. احنا اتعلمنا 2 في 5 ب10، ايه في ايه بايه تربيع. حلو. وهناك خالص التاني في التاني زائد التاني في التاني. التاني اهو 3 في 1 بنضرب بالاشاره موجب 3 في موجب 1 ب3. في النص حاصل ضرب الوسطين وحاصل ضرب الطرفين. فين الوسطين؟ الوسطين يعني اللي في النص اللي هم دول. حاصل ضرب الوسطين موجب 3 في موجب 5 ايه بموجب 15 ايه، زائد حاصل ضرب الطرفين اللي هم على الطرف اكيد اللي هو ده مع ده 2 ايه في 1 ب2 ايه. اقدر اظبط المسألة تبقى 10 ايه اس 2 زائد 15 ايه و2 ايه تبقى 17 ايه زائد مين؟ التلاتة. تاني قوسين في بعض. الاول في الاول 3 اكس في 2 اكس يبقى 3 في 2 ب6 واكس اس 2. هناك التاني في التاني موجب 4 في سالب 5 بسالب 20. حاصل ضرب الوسطين 4 في 2 اكس يبقى موجب 8 اكس. حاصل ضرب الطرفين اهم 3 اكس في سالب 5 يبقى بسالب 15 اكس. اظبطها تبقى 6 اكس اس 2 زائد او هنا ناقص 8 اكس ناقص 15 اكس تبقى سالب 7 اكس ناقص كام؟ ناقص 20. طيب واحدة كمان نثبت اكتر. اول في اول 4 اكس، بس في حاجة هنا اكس وهنا واي. طب هنا واي وهنا اكس. طب ما نعدل المسألة تبقى 4 اكس ناقص 3 واي زي ما هي، وهنا نبدأ باكس الاول تبقى اكس زائد 3 واي.
مش تفرق في حاجة، بس عشان نرتب حدودنا تكون القوس ده شبه القوس ده اكس واي اكس واي. اول في اول 4 اكس في اكس يبقى 4 اكس اس 2. التاني في التاني سالب 3 واي في موجب 3 واي يبقى سالب 9 واي اس 2. حاصل ضرب الوسطين سالب 3 واي في اكس في سالب 3، خليها اكس واي او واي اكس مش هتفرق، خلينا اكس واي زي ما احنا واخدين. حاصل ضرب الوسط الطرفين المرة دي 4 اكس في 3 واي يبقى موجب 12 اكس واي. ظبط المسألة. 4 اكس اس 2 سالب 3 اكس واي زائد 12 اكس واي تبقى موجب 9 اكس واي ناقص 9 واي اس 2. كده خلصنا، عرفنا يعني ايه الضرب بمجرد النظر، واظن اختصرنا الدنيا وبقت لذيذه جدا وسهله جدا. طيب احنا طريقه المره اللي فاتت خدناها بس كان في حاجه واحده، يعني مثلا اكس مضروبه في القوس ده، لا ده المره دي في اكس زائد 5 مضروبه في 2 اكس ناقص 3، حاجتين قصاد حاجتين، فاستخدم قانون الضرب بمجرد النظر زي ما عملنا في الثلاث امثله اللي فاتوا. وشوف ده حل السؤال كان خد كام سطر، وهنا كان السؤال اتحل بمنتهى البساطه ازاي. نخش على حاجات تانية، عندي حالات خاصة كده، حالات سبيشال كده. يلا كلمة انجليزي ان شاء الله ما حد حوش. مفكوك مربع مقدار جبري ذي حدين. يعني ايه؟ يعني مفكوك مربع مقدار جبري ده اسمه مقدار جبري مثلا، وليكن ايه زائد بي. كلمة مربع يعني قوس على المقدار وقص 2 من فوق زي ده كده، قوس وقص 2، يبقى ده كده مربع مقدار جبري. طيب قال لك القوس ده بيساوي ايه اس 2 زائد 2 اي بي زائد بي تربيع. يا مستر انا مش فاهم حاجة منين. خد القانون ده، لما تلاقي قوس عليه اس 2 من فوق سواء الاشارة كانت موجب او سالب تنفع برضو، موجب او سالب تنفع برضو، يعني ممكن تشتغل موجب وممكن تشتغل سالب كمان. قال لك مربع الاول هناك مربع التاني في النص 2 في الاول في التاني ونزل اشارة النص. مين اشارة النص؟ اللي هي الاشارة دي سواء كانت موجب او سالب. تعالوا نطبق على سؤال. ده مقدار جبري وده أس 2، يبقى ده كده مربع مقدار جبري. المربع بيتفك ازاي؟ الأول أس 2. المربع الأول يعني الأول أس 2، يعني 3 ايه هنا تكون أس 2. طب مربع التاني يعني التاني أس 2، هناك هنا 5 تبقى موجب 5 أس 2. طيب في النص قال لك الاثنين في الاول في الثاني باشاره النص. مين اشاره النص؟ اشاره النص هنا مالها موجبه، فتنزل موجبه الاول. 2 في الاول في الثاني، 2 في الاول بكام؟ ب3 ايه، في الثاني بكام؟ ب5. وحل السؤال. 3 ايه تربيع، التربيع ده هيتوزع هنا وهنا. ال3 دي كأنها أس 1 والإيه ده كأنه أس 1، ف3 أس 1 في 2 بكام؟ ب2، تبقى 3 أس 2. ايه الأس 1 في 2 بكام؟ ب2 زائد اضرب العدد في العدد والحرف في الحرف. 2 في 3 ب6، 6 في 5 ب30، والإيه تنزل عشان ملهاش حاجة، زائد 5 أس 2 معناها 5 في 5 بكام؟ ب25. تمام؟ هنا كانت 3 أس 2 نخلصها على طول ب9، يعني 3 أس 2 بكام؟ ب9. بس كده. واحدة كمان، قوس وعليه أس 2، يعني ده كده مفكوك مربع بنسميه مربع كامل. يعني الأول أس 2 يعني 5 إيه أس 2، الأخير أس 2 موجب، الأخير اللي هو التاني اللي هو 2 بي أس 2. إشارة النص هنا إيه موجب، الأول في التاني في 2، يعني هنزل 2 مضروب في الأول اللي هي 5 إيه مضروب في التاني اللي هو 2 بي. بس كده ونحل. 5 ايه تربيع نوزع هنا وهنا تبقى 5 أس 2 25 ايه أس 2 زائد 2 في 5 ب10، 10 في 2 ب20. الايه مفيش حاجة شبهها، البي مفيش حاجة شبهها، فالاتنين نزلوا زي ما هما كأنهم اف بي باي بي يعني. زائد يتوزع مرة هنا ومرة هنا، 2 أس 2 ب4 بي أس 2. طيب بمنتهى البساطة عرفنا يعني ايه مربع كامل، ولو ما كانتش باينة فاديها بانت سنة. كل اللي عملناه تاني عشان لو ما كانتش واضحة في الجزء اللي فوق، كل اللي خدناه الأول أس 2
التاني أس 2. 2 في الأول في التاني إشارة النص كانت موجب نزلناها موجب. 5 أس 2 ب25 A أس 2. 2 في 5 ب10. 10 في 2 ب20. A في B ب AB. 2 أس 2 تبقى ب4 وB أس كام؟ أس 2. نخش في فكرة تانية. بيقول لي ايه الفكرة التانية دي؟ بيقول لي حاصل ضرب حدين في الفرق بينهم. يعني ايه الكلام ده؟ بس في الاول مسألة فوق عايزين ناخدها. في الاول كده فوق مسألة عايزين ناخدها. 7 ناقص اكس تربيع على نفس هنا برضو ده مربع الحد عندي، مربع المقدار الجبري. طيب الاول أس 2 تبقى 7 أس 2، التاني أس 2 تبقى زائد اهي سالب اكس أس 2. الإشارات دايما موجب هنا على فكرة. طيب الأول في التاني في 2 بإشارة النص. إشارة النص المرة دي سالب الأول في التاني في 2، يعني 2 الأول في الأول بكام عندي؟ ب7، في التاني عندي بكام؟ بالإكس عندي. تبقى الأول 7، التاني اللي هو على بعضه بسالب مين؟ سالب إكس. طيب يبقى 7 أس 2 ب49 ناقص 2 في 7 تبقى سالب في سالب بالأول في سالب في سالب بموجب. 2 في 7 ب14 إكس. يبقى هنا سالب إكس أس 2 سالب إكس كله أس 2، السالب بيضيع فتبقى إكس في إكس بإكس أس كام؟ إكس أس 2. طبعا الكل هيعملها بالمنظر ده وهياخد الاكس بإشارتها. عايز اقولك الناتج غلط. ليه الناتج غلط؟ ما ينفعش اخد الاكس بإشارتها، وانا اتعمدت اعملها لان معظمكم هيعملها كده. بس الصح بتاعها ايه؟ تعالوا وانا اقول لكم تاني كده بالراحه. يعني الاشاره هتوديك مساله في 60 سلامه. يعني اتفقنا مربع الاول يعني 7 أس 2، مربع الاخير تبقى موجب هنا الاخير على بعضها هنا ماشي. هنا بناخد السالب اكس أس 2. طب اشاره النص سالب الاول في التاني في 2، ادي 2 الاول عندي كام؟ 7. هنا ما باخدهاش بإشارتها، فالإكس هتنزل زي ما هي، لكن هنا باخدها بإشارتها عادي. لكن في النص لأ والله ما بلغت واديني عملتها قدامك غلط ورجعت صححتها لك عشان تركز وما تتكررش نهائي. ف7 أس 2 ب49 ناقص تنزل 2 في 7 ب14 إكس سالب أس 2 يطير السالب فبقى إكس أس كام؟ 2. عايز تتأكد إن مسألتك صح؟ عايزين نرجعها المربع كامل ازاي؟ ادي كوس اس 2. خد جذر الاولاني 49 جذرها تربيع 7. خد جذر الاخير الجذر التربيعي الاكس تربيع باكس. نزل اشاره النص اللي هي سالب، طلعت زي ما هي ولا لا؟ بس كده. فهمنا الفرق؟ طيب نخش حاجه اسمها حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم. حاصل ضرب مجموع حدين في الفرق بينهم. طيب يعني ايه؟ يعني لو عندي قوس برضو مضروب في قوس. طب ما مثلا احنا خدناها في الحالة الأولى اللي كانت هناك اللي هي الضرب بمجرد النظر. لا، هنا الأول زي الأول والتاني زي التاني، بس الإشارات اللي في النص مختلفة. لكن هناك القوسين أصلا كانوا مختلفين. لكن هنا القوس ده شبه القوس ده، الفرق مرة هنا موجب ومرة هنا سالب. هنحله ازاي يا مستر؟ قال لك خد مربع الأول اللي هو الأول أس 2، وخد مربع التاني ونزل الإشارة دايما ناقص. يعني A في A ب A تربيع، B في B تربيع موجب، وهنا سالب فتنزل السالب على طول بتاعت القانون. يعني ايه؟ 2M ناقص 5 و2M زائد 5. طب ما هو ده الأول زي الأول والتاني زي التاني، بس هنا الإشارات مختلفة. يبقى طبق القانون ده. خد الأول أس 2 من أي قوس بقى مش هتفرق. الأول اللي هو كان عندي 2M ناخده أس 2، ننزل ناقص دايما. خد التاني أس 2 اللي يبقى 5 أس كام؟ 2. 2 أس 2 ب4 M أس 2 ناقص 5 أس 2 ب5 وكام؟ و20 بمنتهى البساطة. طيب هنا هتقولي فيها مستر دي زيادة. هنا الأول زي الأول والتاني زي التاني والإشارات مختلفة، يبقى ده القانون. طب ده يا مستر زيادة عادي نزله زي ما هو. يعني ايه؟ خد الأول
أس 2 ناقص التاني اللي هو 2A أس 2 دي ملناش دعوة بيها فهتنزل زي ما هي، فيبقى 7 أس 2 ب49 ناقص 2 أس 2 ب4 A أس 2 ناقص 9 وكام؟ ناقص 49. في هنا 49 بالموجب وبالناقص طاروا مع بعض فهتبقى سالب 4 A أس كام؟ أس 2. طيب نخش في المسألة اللي بعدها، دي مسائل بقى مجمعة. يقول لك ايه؟ اوجد في أبسط صورة. اوجد في أبسط صورة المقدار ده على بعضه. طب المقدار ده مقدار أس 2، ده مربع كامل. الأول تربيع اللي هو يبقى إكس أس 2، التاني تربيع يبقى موجب 4 أس 2. الأول في التاني في 2 بشرط النص، شرط النص موجب يبقى 2 في الأول إكس في التاني 4. طيب هنا في ناقص. ناقص دي نفتح لها قوس كبير لان الناقص دي خطر، وهقول لك ليه خطر دلوقتي. اكس دي كده يعتبر ضرب بمجرد النظر. الاول في الاول اكس في اكس بكام؟ باكس اس 2. التاني في التاني نعملها بعيد شويه، 2 في 6 بموجب 12. طرفين او وسطين الاول موجب 2 في اكس بموجب 2 اكس، اللي بره اكس في 6 اللي هما الطرفين بموجب 6 اكس. طيب يعني اكس أس 2 هتنزل زائد 2 او على طول بقى 2 في 4 ب8 اكس زائد 16. حلو. شايفين الناقص ده هيخش على المسألة هيغير اشارتها كلها. ليه؟ اكس تربيع كانت بموجب هتبقى سالب اكس تربيع، 2 اكس كانت موجب تبقى سالب 2 اكس، موجب 6 اكس كانت موجب تبقى سالب 6 اكس، موجب 12 تبقى سالب 12. عشان كده قلنا السالب ده خطر. وابدا اجمع اكس تربيع الموجب طارت مع اكس تربيع سالب، مش سالب 2 اكس وسالب 6 اكس سالب 8 اكس. سالب 8 اكس. طب ما هو سالب 8 اكس دي كلها تطير مع موجب 8 اكس. اتبقى عندي موجب 16 ناقص 12، يعني 16 ناقص 12 بكام في الاخر؟ تطلع ب4. مسألة خادعة، ركزوا في السالب عشان محدش يغلط فيها. طب دي اول زي اول تاني زي تاني اشارات مختلفة، ده يعتبر القانون اللي هو لسه قايلينه. الاول تربيع يبقى اكس اس 2، التاني تربيع يعني 5 اس 2 تبقى 25 على طول والناقص تنزل. دي هنا زائد، لا زائد في الامان عادي، ده كوس اس 2 يبقى الاول تربيع اكس اس 2، التاني تربيع يبقى سالب 5 تربيع يبقى موجب 25. الاول في التاني في 2 باشاره النص، اشاره النص سالب، بالاول في التاني في 2 اكس ف5 ب5 اكس في 2 ب10 اكس. واتفقنا هنا في النص ما باخدش الاشاره، يعني ما اقولش سالب 5، ما اقولش اكس في سالب 5 في 2، لا اكس في 5 في 2، ما اشاره النص انا سحبتها خلاص بره. تمام كده. حتى عايزين تتاكدوا الجزء ده، جذر الاول اكس جذر الاخير 5 اشاره النص ناقص فهو زي ما هو. نبدا نجمع اكس اس 2 زائد اكس اس 2 ب 2 اكس اس كام؟ اس 2 سالب 25 تطير مع موجب 25 اتبقى ناقص 10 اكس. عايز تبسطها ممكن ناخد 2 اكس عامل مشترك، يعني الاثنين تبقى الاسم هنا وهنا والاكس بناخد اقل اس. 2 على 2 راحت، اكس اس 2 على اكس فيها الاكس ناقص 10 على 2 فيها 5 واكس على اكس طارت، فممكن برضو تبقى بالمنظر ده. عايز تتاكد 2 اكس في اكس ب 2 اكس اس 2، الناقص تنزل 2 اكس في 5 ب 10 اكس. وناخد اخر مساله عندنا في الحصه، بيقول لي اوجد حاصل ضرب الجزء اللي جاي ده. طيب حاصل ضرب الجزء اللي جاي ده حدين في 3، هنعمله بالطريقه التقليديه. الاول هنضربه مره هنا ومره هنا ومره هنا، فيبقى اكس في 4 اكس اس 2 يعني 4 اكس اس كام؟ اس 3. اكس في 2 اكس يبقى موجب 2 اكس اس 2. اكس في سالب 7 بسالب 7 اكس. خلصنا من ده، ناخد ده برضو مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، بس ما ننساش ان السالب ده سالب 3 مش 3 بس بناخده بإشارته، يعني سالب 3 في 4 اكس تربيع، سالب 3 في 4 بسالب 12 والاكس تربيع تنزل،
سالب 3 في 2 اكس يبقى سالب 6 اكس. سالب 3 في سالب 7 بموجب، عشان سالب في سالب بموجب 1 وكام؟ 21. ونخلص السؤال عادي. دي 4 اكس و 3 تنزل، موجب 2 اكس تربيع ناقص 12 اكس تربيع، يعني 2 ناقص 12 سالب 10 اكس كام؟ تربيع. سالب 7 اكس وسالب 6 اكس يبقى سالب 13 اكس. واخر حاجة تنزل الموجب كام؟ 2. بالترتيب كده، اكبر اس ثم الاصغر ثم الاصغر ثم العدد اللي عندي. حصة كانت لذيذة وممتعة، دسمة شوية، مليانة قوانين بس سهلة اجمعها واحفظها. اشوفكم في باقي الوحدة بإذن الله، واشوفكم في الفيديوهات الجاية، ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.